أهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة كتاب خدها قاعدة. لو ركزت في الأحداث والمواقف اللي بتحصل معاك أو مع المعلومات والمقالات المنتشرة أو الأخبار، هتلاقي إن جزء منها فيه خلل كبير ومش صحيح. من هنا بتيجي قاعدة تأكد، إنك تتأكد من الحاجة اللي سمعتها وتسأل عن صدقها ومصداقيتها، وهو ده الغرض من القاعدة. لو قريت خبر وحاسس إن فيه ضرر على غيرك، فتأكد قبل ما تعيد نشره، فممكن انت بنفسك تكون السبب في تضليل شخص تاني. فاتأكد لو قريت مسألة علمية حد منزلها، فتأكد قبل ما تصدق فيها وتعمل بيها، فممكن يكون اللي كاتبها غلطان أو ناسي. ممكن يوصلك كلام عن صاحبك من ناس بتحاول تسيء ليك أو ليه، فتأكد الأول قبل ما تبني قرار أو تتخذ رد فعل حقيقي مبني على الكلام اللي سمعته. ممكن نسمع إن فلان سرق أو فلان أخد أو فلان قبل الرشوة وغيرها كتير من الكلام اللي بنسمعه. فلو ليك مصلحة مع الشخص، مهم تتأكد الأول قبل ما تتخذ أي قرار ضده. فاللي عايزة أقوله إنك ما تصدقش أي كلام وتعمل بيه من البداية. حاول تتأكد بكل الطرق، لكن بهدوء وبخطوات ثابتة متزنة مبنية على دلائل مش على ظنون وأوهام، وبكده أمورنا كلها هتتصلح. وبس كده، أشوفكم الحلقة اللي جاية. باي باي.